السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا بنات في قناة شايني ليدي. لو أول مرة تزوري قناتي نوريني بالاشتراك، فعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. عايزة يا بنات لايكات كتير عشان القناة تكبر بيكم ونوصل كده إن شاء الله للمليون. وصلنا ل1000، فعايزين نبتدي بال100,000 وبعد كده مليون. يا رب يا بنات شجعوني كده وما تحرمونيش من اللايك الحلو بتاعكم. النهارده يا بنات هعملك طريقة عمل مقشر كده او زي غسول هنغسل بيه جسمنا، يزلك الخلايا الميتة، يعني يخلي مفيش اي ريحة وحشة تطلع من جسمك، تعرقي بس بدون رائحة مش ظريفة. كمان بقولك هيزيل الخلايا الميتة، هيعالج كمان حب الشباب لو في حبوب او رؤوس بيضة او سودة في بشرتك كده. كمان بيرطب بثلاث مكونات بس يا بنات. عبارة عن ايه معانا يا بنات؟ اللي هو الملح بتاع الطعام العادي. هاخد كده يا بنات معلقتين معلقة طعام ملح. الملح يا بنات مقشر بيزيل الجلد الميت، وكمان بيعالج حب الشباب، وبيعالج الرؤوس السوداء، وبيقلل كمان من الالتهابات اللي بتصيب البشرة والجسم. فخدنا كده يا بنات معلقتين قصدي من الملح، وهنفك اي تكتلات فيهم. هضيف عليهم ايه يا بنات زيهم برضو معلقتين ومعلقه واحده، حط معلقه من اي زيت اطفال. خدنا معلقه من زيت الاطفال، وزيت الاطفال يا بنات بيعالج جفاف البشره، بيساعد على التفتيح، وبيمنع كمان ظهور التجاعيد. ده اللي هو زيت الاطفال، خدناه كده على الملح. المكون الثالث يا بنات ليه بديل، هو المفروض اللي هو الصابون المغربي. انا عشان مش عندي صابون مغربي يا بنات هستبدله باللي هو شاور جل العادي بتاع الاستحمام. هحط اي شاور جل يا بنات، هاخد منه مقدار برضو معلقتين من اي شاور جل. خدنا كده معلقتين من اي شاور جل، لكن هو ايه، لو عندك صابون مغربي هتحطي صابون مغربي. وبالطريقه دي يا بنات يكون خلصنا المقشر بتاعنا اللي هناخد بيه. تبلي جسمك الاول بميه سخنه، وبعد كده يا بنات تروحي ايه تاخدي من المقشر ده يا بنات كده، وتعملي ايه اهو بالطريقه دي كده. تاخدي كده يا بنات وتفضلي تقشري. حبيبات الملح يا بنات خفيفة على الجسم، فمش هتعمل لك ايه ألم. وتفضلي تعملي كده يا بنات، تعملي كده تجيبي كل الجلد الميت من جسمك، وتحت الإبط والركب والأكواع والرقبة وكل الجسم يا بنات. وبعد كده اشطفيه وتشوفي شكله عامل ازاي يا بنات، ابيض، وكل الجلد الميت اتزال من الجسم، والجسم بقى متفتح والمسام متفتحه. في بعد كده يا بنات هشطف ايدي كده وامسح ايدي بسرعه عشان اوريكم الخطوه الجايه. احنا كده خلصنا اول خطوه وقلت لكم هنستعملها ازاي. الخطوه اللي بعديها يا بنات بنجيب ده يا بنات زيت الورد. هاخد يا بنات ده هنستعملها بعد الشاور يا بنات، بعد ما ناخد الشاور خالص ونبقى جسمنا مندي. هتروحي تحطي الوصفة دي يا بنات اللي انا بعملها. تاخدي معلقة من زيت الورد بالشكل ده، ومش حابة زيت الورد ممكن تحطي زيت لافندر، ممكن تحطي زيت نعناع، ممكن تحطي زيت ياسمين، اي زيت عطر يا بنات انت بتفضليه. وعليه يا بنات معلقة من زيت الأطفال، يبقى معلقة من زيت ورد، ومعلقة من أي زيت أطفال يا بنات عندك. ده يا بنات هندهن بيها جسمنا بعد ما نخلص الشاور بتاعنا. ريحته تحفة يا بنات، هيخلي جسمك ريحته حلوة، تعرقي بس ريحة حلوة. يبقى دي هنغسل يعني ناخد بيها الشاور بتاعنا، وبعد ما نخلص الشاور بتاعنا ونشطف جسمنا خالص يبقى مندي، ندهن يا بنات الوصفة دي وما بنغسلهاش، بنسيبها على جسمنا. نفرز ريحة عرق، بس هتبقى ريحة عرق حلوة يا بنات. وبالطريقة دي نكون خلصنا يا بنات اللي هو
الروتين بتاع الشاور او روتين العناية يا بنات بجسمنا. وبكده نكون خلصنا الوصفتين يا بنات، يا رب يعجبوكم تجربوهم وقولوا لي رايكم. اسيبكم على خير وارجع لكم في فيديو جديد، واللي عايز اي سؤال يا بناتي بتكتب لي في التعليقات. اسيبكم على خير وارجع لكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.